عندما ينهار علمك. ديفيد جيرمايا. عندما يسمح الله لأولاده بأن يجتازوا في الأتون بتبقى عينه على الساعة وإيده على الترموستات، لأن قلبه المحب بيعرف تماماً الكمية والمدة المناسبة. دي الجملة اللي ابتدى بيها الكاتب كتابه وقال: أحياناً بنوصل لمفترق طرق في الحياة لما فجأة بنواجه ظروف صعبة ما نتوقعش أو نتمنى إننا نمر بيها ونفتكر إن دي هي النهاية، لكن بيكون عند ربنا رؤية أوسع وعارف إن ده مجرد منعطف في الطريق ومش هي دي النهاية. في كورنثوس الثانية 12 ومن 7-10 قال بولس الرسول: ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. بولس اختبر الألم وطلب إلى الرب 3 مرات إنه يرفع الشوكة اللي في جسده، لكن الله رفض طلبه وأعطاه في وسط المحنة كامل النعمة اللي احتاج ليها وقوة في الضعف. فبولس بجسده ضعيف، لكن باعتماده على قوة المسيح صار قوي وقادر على أي شيء يطلبه الرب منه. واختبر بولس النعمة والقوة اللي ساعدته يكون سفير لله، وضعفه أدى إلى مجد لله واستعلان قدرته الفائقة. وقال الكاتب 5 مبادئ نفتكرها في وقت الألم. أول مبدأ إن وقت الألم هو بسماح من الله. افتكر إن إبليس ملوش سلطة مطلقة على أبناء الله، لكن حتى لما بيجربك بيكون بإذن من ربنا زي ما حصل مع أيوب. والله بيحط الشروط لأنه هو الممسك بزمام الأمور. فكل تجربة مؤلمة بنواجهها مهما كانت صعبة بتيجي بسماح من الله اللي بيحبنا واللي سمح بالتجربة عشان نمونا والخطة عظيمة لينا مش لكسرنا وإحباطنا. ووقت ما بنقبل إن وقت الألم بإذن من ربنا هيتغير منظورنا للوقت ده، وهنلاقي نفسنا بنقول: يا رب أنت سمحت إني أمر بالأمر ده في حياتي، يمكن مش قادر أفهم ليه، لكن واثق إنك بتحبني وسمحت للأمر ده الخيري. تاني مبدأ قاله الكاتب: مفيش نمو من غير ألم. وقت الألم هو الوقت اللي بيرد لينا الله الأشياء اللي فقدناها وسط زحمة الحياة، فبنهدى وبنقدر نمسك فيه أكتر ونسمعه ونتعلم نتكل على قوته مش قوتنا الشخصية، ونتمسك بوعوده ونقبل إننا نرفض الأمور اللي منعت البر والقداسة في حياتنا. وافتكر إن الألم هو تصميم الله على تعليمك عشان تبقى أقوى وأحكم. المبدأ الثالث: وعد الله هو المعونة وسط الألم. اتمسك بوعود الله ليك من كلمته ورددها وصلي بيها وصدقها رغم الواقع. المبدأ الرابع: وقت الألم مليان بالعطايا الإلهية. في وقت الألم هتتعلم تتكل اتكال كامل على الله وتتحرك بقوته، فتختبر قوة أكتر وقداسة أكتر وثمر أكتر، ودي عطايا غالية مش بتختبرها غير وقت الدموع. أما المبدأ الخامس: نموك في وسط الألم متوقف على طريقة استجابتك ليه. بيقول الكاتب إن وقت الألم أكتر سؤال بنسأله لماذا يا رب، لكن بينصحك إنك تحول السؤال من لماذا إلى ماذا يا رب. ماذا تريد أن أفعل يا رب؟ ماذا تريد أن تعلمني؟ إيه هي خططك عشان تجعلني أكتر فاعلية وتأثير؟ قدني، ارشدني، علمني طريقك. ووضح الكاتب وسط الألم في 5 أمور مهم نتعلمها. أول أمر: افتكر مين هو الله. فبدل من إنك تركز على الألم ركز على الله الإله الصالح اللي محبته ليك ثابتة مش ممكن تتغير مهما كانت حالتك، الإله كلي القدرة والسلطان اللي ماسك بزمام الأمور ومش ممكن الأمور هتخرج من إيده. تاني أمر: افتكر مراحم الله. راجع ذكرياتك وافتكر معاملات الله وصلاحه وأمانته معاك في الماضي. تالت أمر تعمله وسط الألم هو إنك تمجد وتشكر وتسبح الله، والروح القدس هيساعدك وهيفكرك بآيات من الكتاب المقدس تمجد بيها الله وبترنيمة لقلبك تسبح وتشكر بيها. رابع أمر: اعلن إيمانك وثقتك في الله تجاه المستقبل. ثق إن الله هو اللي بيحمل المستقبل وإنه هيستخدم كل الأشياء عشان تتحول لخيرك والمجد في النهاية. خامس أمر: جدد تكريسك واعلن إنك متاح إن ربنا يستخدمك لمجده وسط الألم، فتقدر تشجع وتعزي المتألمين. وفي الآخر قال الكاتب: عندما ينهار علمك
ثق إن المسيح أنجز المهمة وهزم الموت وانتصر، وإنك ابن ليه وتقدر تمشي في موكب المنتصرين رغم الألم على الأرض. كمل الطريق اللي رسمه الله ليك. يمكن في منعطفات صعبة، بس بمعية ومعونة الله طول الطريق هتخليك تستمتع رغم الألم. الكتاب حلو ومليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معك.